عايزه اقول لكم ريدوت باي حرفيا بتعمل عظمه، وشكلها كده داخله ان هي تبقى بنك الكتروني متكامل. ما كفاهمش ان هم في الفتره الاخيره زودوا خيار السحب من البيبال على فيزا ريدوت باي، سواء بقى في اي وقت في الشهر او التحويل التلقائي برسوم 5%. لا ده كمان خلوا في خيارات ايداع جديده. طبعا كله عارف انه الايداع عن طريق ريدوت باي كان عن طريق شبكات الكريبتو. لا هم في التحديث الاخير من ساعات بسيطه زودوا خيارات الايداع عن طريق ديبت كارد او كريدت كارد. طبعا لازم تكون شغاله دولي او تحويل بنكي دولي. طبعا لازم يكون بنك دولي، ما تقوليش بنك مصري لانه مش هيحول لبره. يا اما عن طريق الايداع بسكريل، يا اما بنتلر، يا اما بريفولت باي، يا اما باسترو باي، والمفاجاه الكبيره عن طريق جوجل باي. انا شايف ان ريدوت باي عماله بتكبر، وتقريبا زي ما قلت لكم هتتحول لبنك الكتروني متكامل. فنصيحه للكل، لو لسه ما سجلتش سجل فيها، هتلاقوني سايب لكم رابط تنزيل التطبيق وربح $5 كمشتريات مجانا في وصف الفيديو، بس بشرط توثقها، والتوثيق بسيط جدا من اول 18 سنه بالبطاقه الشخصيه، مش مطلوب منك اي باسبور. وطبعا لازم تشتري الكارت، بمجرد ما تعمل كل ده تقدر تستخدم $5 بونص مجانا، وتقدر تتعامل بقى بالفيزا على مواقع كتير جدا. يعني 90% من المواقع هي شغاله عليها. طبعا التحديث ده ظهر على الاندرويد، ولو ما ظهرلكش ممكن تحدثه من البلاي ستور، وواحده واحده هيظهر لموبايلات الايفون. يلا بينا على طول نروح للشرح العملي للتحديث عشان نعرف رسوم كل خدمه قد ايه، وبتاخد وقت قد ايه، والحد الادنى والحد الاقصى للايداع. وهقول لكم مفاجاه انا متوقعها في نهايه الفيديو بمناسبه توقعي ان ريدوت باي هيتحول لبنك الكتروني متكامل. يلا بينا على طول نروح للشرح العملي. لما بتدخل على التطبيق بتلاقي بقى التحديث الجديد ظاهر لك ازاي. بتدخل هنا على الايداع او الديبوزيت، بعد كده بيفتح معاك الخيارات العاديه، بعد كده بتختار اليو اس دي تي. تلاقي هنا بقى ظهرت لك حاجات جديده مكتوب فوق اللي هو اليو اس دي تي، اللي هو الخيار القديم بتاعنا اللي هو ترون او البي ان بي او الاثيريوم. لكن بقى لو رجعت هتلاقي بقى في خيارات جديده ظهرت لك زي الكريدت كارد او الديبت كارد والاونلاين بانكينج والريفولت باي والاسترو باي والسكريل والنتلر وسويفت بنك ترانسفير. طبعا عشان ما تتلخبطش في الموضوع، لو جيت هنا ضغطت على مثلا الكريدت كارد او الديبت كارد بيفتح معاك الخيار ده اللي هو هتعمل ايداع بالجنيه مثلا لليو اس دي تي. لو قفلت هنا وضغطت مثلا على الريفولت باي هيفتح برضو معاك خيار الكريدت او الديبت كارد، ودي مش غلطه من التطبيق، هي المشكله كلها ان انت مختار الايداع بالجنيه. فانت هنا لو جيت ضغطت على كلمه الجنيه او الاي جي بي دي هيقول لك اختار وسيله الدفع اللي انت عايز تدفع بيها، فهتغير العمله اللي انت هتدفع بيها مثلا وهتختار عمله الدولار. هتلاقي بقى في خيارات كتير جدا اتفتحت لك مكتوب كل واحد ايه ورسومه ايه. مثلا مكتوب لك هنا الكريدت او الديبت كارد بيحصل لحظي والرسوم بتاعته 4.49%، والحد الادنى $5 والحد الاقصى $20,000 طبعا في التحويله الواحده. والتحويل البنكي طبعا مش مكتوب عليه اني لان هو بياخد ممكن شويه وقت، والحد الادنى $10 والحد الاقصى $20,000. والرسوم بتاعت ريدوت باي 4.49%، وريفولت باي نفس الموضوع برضو 4.49% من $5 ل $100,000. يعني ما تقدرش تحول اقل من 5 وما تقدرش تحول ازيد من $100,000. الاسترو باي الرسوم 9.49% من 5 ل $10,000، وكل طبعا ده لحظي. والسكريل والنتلر زي بعض برضو اني، والرسوم بتاعته 8.9% من $5 ل $50,000. وفي عندك السويفت بانك ترانسفير بيقول لك الرسوم بتاعته 4.28% من $200 لحد $1,000,000. انا شايف ان الرسوم معقوله جدا، لانه اي تحويل بنكي المفروض بياخد رسوم لانه بيتعامل مع بنك وسيط، وده ممكن يكون اوفر لك في حاجات كتير جدا. اسها انت مع نفسك وشوف. ان شاء الله الفتره الجايه هبقى اعمل لكم تجربه على حاجه من الحاجات دي عشان تفهموا برضو الدنيا ماشيه ازاي. المفاجاه بقى اللي انا كنت عايزه اقولها لكم في بدايه الفيديو ان انت لو دخلت على موقع ريدوت باي الرسمي وضغطت على الثلاث شرط اللي على اليمين هتلاقي فيه كلمه ترانسفير، وفي حاجه اسمها انترناشونال ترانسفير. بيقول لك ان هي خاصيه جايه. الخاصيه دي انا سالت فيها الدعم الفني، التحويل هيكون للايبان، يعني هتقدر تحول على ارقام الحسابات البنكيه ايا كان بقى البلد. هم هيظبطوها الاول في بلاد معينه، وبعد كده الموضوع هيتطور واحده واحده ويشمل بلاد اكتر. الحق بقى نزل التطبيق، الرابط بتاعه في وصف الفيديو. الموضوع بيوسع والتطبيق بيكبر، والموضوع داخل على بنك الكتروني حقيقي.
اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.